السلام عليكم. لو بتدور على فيتشرز زياده ومعاك ايفون بتعمل جيل بريك، ولو معاك اندرويد فهتعمل روت وتستخدم كاستم روم او تنزل شويه تطبيقات يضيفوا لك كام فيتشر جديده لموبايلك. بس لو معاك ويندوز وعايز شويه حاجات هتفرق جدا في استخدامك للبي سي او اللابتوب بتاعك، هتعمل ايه؟ انا هقول لك تعمل ايه. بس قبل ما ابدا ما تنساش ترزع اللايك الجامد، وخليني اعرفك على اهم برنامج على مايكروسوفت ستور، مايكروسوفت باور تويز. خلونا نبدأ بأكتر تول عجبتني في باور تويز، وهي الكيبورد مانجر. الأداة دي بتخليك تعمل الاختصارات اللي انت عايزها في الكيبورد، وبتوفر حقيقي وقت كتير قوي عشان تعمل أي حاجة. في الويندوز مثلا عشان تاخد سكرين شوت فانت محتاج تدوس على ويندوز وشيفت واس، المفروض ان هو كده بيخليك تعمل السكرين شوت. انا بقى رحت عامل ايه؟ رحت عامل الشورت كات ده كله، ولا ويندوز ولا شيفت ولا اس، انا عملته F1 بس، انا عشان بس عندي فانكشن F1 بيقدر ان هو بيجيب لي الشاشه بتاعت ان انا اخد سكرين شوت. ونفس الكلام عملته بالنسبه للويندوز وشيفت وار، يعني هو قبل كده كان برضو علشان اخد سكرين ريكورد بدوس ويندوز شيفت ار، دلوقتي انا عاملها F2 بس هو طبعا مش هيظهرها لان انا اوريدي بركب برنامج تاني. طب ازاي بتعمل الكلام ده؟ انت بتدخل على الريماب كي مثلا، لو شلت الاثنين دول بعد كده خلونا نضيف الفانكشن اللي هو F1، بدوس على تايب وبدوس F1 اوكي. بعد كده بحط هنا الاختصار اللي كان قبل كده، فانا عندي مثلا كان ويندوز شيفت اس زي ما قلت لك، بتظهر لي الزراير قدامي وبدوس اوكي، بدوس اوكي. بعدها كده الاختصار ده اتغير، بدل ما كنت بحتاج ادوس على ويندوز شيفت اس علشان اخد سكرين شوت، دلوقتي انت بتعملها ب F1 بس. وهكذا مع اي اختصار عندك على الويندوز، يعني ممكن مثلا بدل كنترول سي وكنترول في اللي بتستخدمهم في الوورد ممكن تخليها تاب وكابس لوك. وممكن تحدد الكلام ده على اب معين، يعني مثلا لو دخلت على الشورت كاتس اللي هي زي كنترول سي وما الى ذلك، لو ضفت حاجه انا بقدر احدد الاب اللي انا عايز الخاصيه دي ما تشتغلش غير عليه، ولو جيت عملت كده في اي اب تاني خلاص الاختصار ده مش هيشتغل. طبعا الموضوع مش مقتصر على الفانكشن كيز، انت ممكن برضو تحط اي زرار او اتنين او تلاتة مع بعض، بس نصيحه ما تخليهاش حاجه سهله قوي عشان ما تبقاش بتكتب عادي مثلا على الكيبورد وتلاقي نفسك مش عارف تكتب حرف معين عشان في اختصار انت حطيته للحرف ده، فتيجي تدوس مثلا تكتب اسمك تلاقيه بياخد سكرين شوت بيعمل ايا كان بقى. ولو عايز تعرف ايه الشورت كاتس اصلا اللي في الويندوز، هتلاقي تول في باور تويز اسمها شورت كاتس جايد، ما تدورش عليها وسط الكلام ده كله، انت بس كل اللي هتعمله هتدوس على ويندوز وشيفت وعلامه استفهام، ويندوز وشيفت وعلامه استفهام، بتظهر لك زي صوره كده فيها كل الاختصارات اللي موجوده عندك في الويندوز. فانت ممكن تعرف الاختصارات كمان، يعني في حاجات ممكن ما تكونش عارفها انت اصلا، انت ممكن تعرف الاختصارات دي وتبدا بقى تريمابها علشان تبقى اسهل بالنسبه لك على حسب الكيبورد بتاعتك. يعني مثلا كنت تعرف ان التاسك بار بتاعك مترتب بارقام، فانت ممكن تدوس على زرار ويندوز مع الرقم بتاع الاب اللي انت محتاجه من التاسك بار فيفتح. يعني مثلا اعتقد ممكن يبقى الاكسبلورر عندي رقم 2، فانا لو دوست ويندوز رقم 2 بيفتح الويندوز اكسبلورر زي ما انت شايف بالشكل ده. هو كل حاجه من دول بدايه من ايج، طبعا الويندوز بتاعت الويندوز نفسها ملهاش رقم، انت لو دوست بس من بدايه من الايج رقم 1 بعد كده كل حاجه بيبقى ليها رقم، تدوس على ويندوز والرقم بتاعها وهي بتفتحها لك. ده اختصار مثلا من ضمن الاختصارات. الماوس برضو ليه تول اسمها ماوس يوتيليتيز، ودي فيها فيتشر جامده جدا خصوصا لو انت جيمر وليك في العاب الشوتينج والكلام ده. تحت في الماوس يوتيليتيز هتلاقي في اوبشن اسمه انيبل ماوس بوينتر كروس هيرز، اختصار الاوبشن ده هو ويندوز والت بي، بس انت طبعا تقدر تعدل الاختصار ده لو عايز زي ما انت عايز. برضو الحاجه اللي بيعملها بقى الاختصار ده لما مثلا ندوس على ويندوز والت بي زي ما انت شايف كده، انت عارف هتعمل ايه بالموضوع ده، مش محتاج اقول. في برضو اوبشن انك تدوس مرتين على زرار كنترول لو الماوس مثلا انت بتستخدم اكتر من شاشه او كده، زي ما انت شايف كده هو بيعلم لك الماوس فين، بيضلم الشاشه كلها وبيعلم بيقول لك الماوس فين عشان لو الماوس ضاع منك ولا تاه ولا حاجه. بتفعلها عن طريق انيبل فايند مع ماوس، ده اوبشن موجود برضو في الماوس يوتيليتيز، هتلاقيها بس فوق شويه. خليني بقى اسيب الكاستمايزيشن ونروح للبرودكتيفيتي. مايكروسوفت الصراحه عامله شويه ادوات هتنقل شغلك او مذاكرتك على الكمبيوتر لمستوى تاني خالص. اجمد اداه في البرودكتيفيتي في رايي هي التكست اكستراكتور. التول دي ببساطه بتخليك تنسخ اي نص في صوره او فيديو، كل اللي عليك تعمله انك تدوس على ويندوز وشيفت وتي، دلوقتي احنا خلاص مفعلينها هي تكست اكستراكتور بتفعلها من هنا. نروح مثلا ولتكن الصوره دي، بدوس على ويندوز وشيفت وتي بيجيب لي زي ما انت شايف كده، بقيت اقدر اسلكت جزء معين من اي مكان، فانا مثلا هسلكت المكان ده في الصوره خلاص كده، انا سلكتد اللي هو فبراير 27 مارس 2 2023
لو جيت مثلا هنا قدامك دلوقتي وعملت كنترول في بيبيست التكست اللي انا كنت معلمه في الصوره دي على طول. هو مجرد ما بسلكت التكست ده بيروح على كليب بورد وبيبقى كأنه معمول له كوبي، فانا باخده على طول بقى احطه في المكان اللي انا عايزه. المفروض وزي ما هو مكتوب في الدوكيومنتيشن انت ممكن تستخدمها عادي مع العربي، بس لما جربنا يعني دلوقتي لو ويندوز شيفت وتي وجيت سلكتد التكست العربي ده، الموضوع بيبقى متخلف زي ما انت شايف كده. يعني لسه العربي برضو كالعاده مش مدعم قوي او مش مدعوم قوي بالنسبه للتول دي. ولو انت بتتعلم لغات او لسه مش عارف تكتب الاكسنت او الاملاوت اللي هي العلامات، ساعات بيبقى مثلا زي الالماني بيبقى فيه حاجه اسمها اس جروس اللي هي بتبقى شكلها مختلف عن الاس بس هي حرف اس في الانجليزي. فالمهم ان في تول اسمها كويك اكسنت. لما بتفعل التول دي بعد كده مثلا تعالى نفتح وليكن اي حاجه نكتب فيها تكست. تعالى مثلا في اليو ار ال بار كده هنكتب مثلا عايز اكتب الاس جروس بتاعه الالماني دي، فانا بدوس على حرف اس دوسه طويله مع زرار سبيس في نفس الوقت، بيظهر لي فوق قائمه كده زي ما انت شايف، بختار منها الحرف اللي انا عايز اكتبه مثلا وليكن الاس جروس، بختاره بالسبيس مع يعني انا بتنقل بالسبيس، انا بدوس على الاس دوسه مطوله ومعاها سبيس على طول بيظهر لي القائمه اللي فوق دي، وببدا ان انا اتنقل بينها بزرار اس، واللي بقف عليه هو اللي بختاره مثلا زي ما انت شايف كده. من التولز الجامده برضو اداه اسمها always on top. دي بتشتغل لما تدوس على ويندوز كنترول تي، انت هتلاقيها فوق كده بس الاول بتحتاج تفعلها، فخلينا نفعلها الاول. بعد كده بتدوس على ويندوز كنترول وتي. مثلا انا فاتح الاله الحاسبه وكل شويه انا بعمل عمليات حسابيه وليكن مثلا، فانا باخد رقم من صفحه وبعد كده بروح على الاله، طبعا كل شويه بمينيمايز وماكسمايز الاله الحاسبه واقفل وافتح واعمل وكل الكلام ده. في حل تاني بقى ان انا ادوس على ويندوز كنترول تي كده، الاله الحاسبه ايا كان البرنامج اللي انا بستخدمه بقلب فيه وبعمل ايا كان الاله الحاسبه موجوده. انا بستخدم ده عادي والاله الحاسبه لسه موجوده قدامي اون توب موجوده على طول. فانا مثلا لو خدت رقم هروح هنا عادي ونعمل العمليه، نكتب الرقم عادي، مش هتنزل بقى الاله الحاسبه مجرد ما ادوس، لان في الوضع العادي هي بتنزل والكلام ده. فدي برضو من الحاجات المهمه جدا بصراحه، لو انت فعلتها واستخدمتها تفيدك جدا في الشغل. وفي برضو تول تانية اسمها اويك دي لما بتشغلها بتقدر تخلي الجهاز ما يقفلش، يعني ما يعملش سليب او حتى سكرين سيفر لوحده من غير ما تحتاج تغير الباور سيتنجز في الويندوز. فانت لو فعلتها هنا الجهاز بيفضل شغال لحد ما انت تقفل الاوبشن ده، اللهم الا لو قفلت الشاشه، فدي الحاله الوحيده اللي اوفركم او بتتغلب على الاوبشن ده ان هو بيقفل الجهاز ساعتها او بيخليه سليب او هايبرنيت، لكن غير كده الجهاز مش هيعمل سليب ابدا طول ما انت مفعل انيبل اويك. واكتر ميزه بقى هتنفعك لو بتدخل اجتماعات كتير هي الفانسي زونز. الفانسي زونز دي ببساطه انت طبعا عارف المالتيبل ويندوز بتاعه ويندوز، انت هنا بتقدر ان انت تعمل كاستم لاي اوت لنفسك للمالتي ويندو. فلو شاشتك مثلا فول اتش دي ممكن ما تستخدمش الخاصيه دي، بس لو معاك حاجه 2K او 4K او كبيره او حتى على بروجيكتور الموضوع هيبقى جامد. كل اللي انت بتحتاجه بس ان انت بتدوس على ويندوز وشيفت وحرف الزال في الكيبورد بالشكل ده، وهو بيبدا يقول لك الكاستم لاي اوتس اللي موجوده عنده وايه اللي انت ممكن تغيره فيها كمان. يعني مثلا لو عملنا كده ده بس، انت من هنا بتقدر تحدد اللاي اوت اللي انت عايز تشتغل عليه، وبتقدر كمان ان انت تكريت لاي اوت خاص بيك، مثلا توزع بقى لو عايز تستخدم اكتر من برامج اللي هو حاططها لك هنا. يعني هو حاطط لك هنا 3 مثلا، انت عايز تستخدم اكتر من كده ممكن تعمل ده من ان انت تدوس بس على كرييت نيو لاي اوت وتبدا بقى تظبط اللاي اوت بتاعك بحيث يناسب الشغل بتاعك. فاتح 5 برامج، فاتح 6 برامج، عايز حاجه كبيره حاجه صغيره، كل الكلام ده بتقدر ان انت تعمله من هنا. مايكروسوفت كمان ضافت كام تول هيعجبوك قوي لو انت ديزاينر وهيخلوك تستغنى عن برامج كتير. اهم واحسن واحده فيهم هي الكولر بيكر. التول دي لما بتفعلها هتخليك تاخد لون من اي حته في الشاشه وتعمل له كوبي لاي اب انت عايزه. مش بس كده، انت ممكن تعدل كمان على اللون ده زي ما انت عايز ومن غير اي برامج. كل اللي هتحتاج تعمله ان انت هتدوس ويندوز وشيفت وسي زي ما ظهر قدامك الاختصار. فانا مثلا لو دخلت على الموقع هنا ودوست ويندوز وشيفت وسي زي ما انت شايف انا بمشي على الشاشه والكود بتاع كل لون بيظهر لي. لما بدوس على الماوس عادي بيبدا بقى يظهر لي الالوان اللي موجوده في المنطقه دي او الالوان اللي انا عديت عليها، وبقدر اخد الكود بتاعها كوبي واقدر اخده كهكس او RGB او HSL على حسب انا بستخدم المود بتاع الالوان عباره عن ايه، باخده كوبي وبستخدمه بقى في البرنامج اللي انا عايز استخدمه. ولو انت زينا كده عندك مشكله في حجم الصور الكبيره وبتحتاج تغير حجم صور كتير مره واحده مثلا، يعني انت زي ما انت شايف كده مثلا دول
على بعض 26 ميجا. انا محتاج اغير السايز بتاعتهم من غير ما استخدم بقى تولز ولا انزل مش عارف ايه ولا ادخله كل صوره على فوتوشوب او بينت وافضل اسيف وكل الكلام ده كله. ففي تول اسمها ايمج ريسايزر، خلينا كده ندخل عليها. هي ايمج ريسايزر دي بتكون الديفولت سايز بتاعتك على التول دي، انت ممكن تعدل عليها. يعني مثلا عندك السمول 854 في 480 بكسل، الميديوم 1366 في 768، كل الحاجات دي انت بتقدر تعدل عليها. فانت طالما فعلت الاوبشن ده خلاص تمام. نروح على الفولدر اللي فيه الصور وبندوس مثلا بنسلكت الصور كلها، وبعد كده بدوس على كليك يمين على اي واحده فيهم. وكل اللي بحتاجه انت ممكن تكون ظاهره لك في الجزء في المنيو الرئيسيه، بس انا مثلا دلوقتي مش ظاهره لي، فادوس شو مور اوبشن وبعد كده بدوس ريسايز بيكتشرز. بعد ما بتدوس على ريسايز بيكتشرز بيجيب لك بقى الاوبشنز، المقاسات اللي انت كنت حاططها سمول او ميديوم او لارج او فون او ايا كان، وممكن تعملها كاستم. فانا مثلا دلوقتي لو اخترت وليكن لارج، طبعا في شويه اوبشنز انت ممكن تقعد تلعب فيهم، وبتدوس ريسايز بس خلاص كده هو خلص وعمل لك كوبي من الصور دي بالحجم الجديد، علشان لو عايز ترفعها بقى تبعتها تعمل بيها ايا كان بيعملها لك على طول من غير ما تستخدم برنامج تاني. طبعا بعد ما تغير الحجم هتحتاج تغير الاسم، ومش هتقعد برضو تسميهم صوره او ملف. في نفس المنيو برضو لو فعلت من هنا الباور نيم او الباور ري نيم، ده اوبشن برضو بتفعله من هنا. بترجع ورا للصور، وبعد ادينا عاملين دلوقتي سيلكت مثلا، فهتيجي هنا اهو هتلاقي اوبشن اسمه الباور ري نيم، برضو هتلاقيها هنا، ده الباور ري نيم. بتقدر من هنا ان انت تغير اسم الصوره لحاجه معينه. هو طبعا بيبقى جايب لي الصور اللي انا عامل لها سيلكت هنا اهو كده. فانا مثلا عايز اغير الجزء بتاع الدي اس سي 012، ده ثابت في كل الصور، انا عايز اخليه مثلا دي اس سي 012 كده. كل الصور ممكن اخليها بالارقام، بس انا مثلا عايزها تبقى صوره كده، بقت صوره 06 صوره 07 وهكذا. بدوس على ابلاي ثانية واحدة وكل الصور اسمها بيتغير زي ما انا عايز. من الحاجات برضو اللي عجباني جدا هي السكرين رولر، ودي بتخليك تقيس اي حاجة على الشاشة كبكسل. يعني تقدر تحاوط صورة بمربع وتقول مثلا، وهو هيقول لك الصورة دي كام بكسل في كام بكسل. فانت كل اللي بتحتاجه ان انت تروح تفعل السكرين رولر. احنا كده فعلناها، اختصارها ويندوز وشيفت وام، ده الاختصار برضو الديفولت، انت ممكن تعدله زي ما انت عايز. فخلينا دلوقتي مثلا افتح اي حاجه واوريك ويندوز شيفت ام بيبقى الموضوع عامل ازاي. ويندوز شيفت ام انا دوست عليها، بتبقى عندي خلاص. انا بختار الاول هل انا عايزها مربع ولا عايزها بشكل زائد ولا عايزها مسافه او طول بالعرض او بالطول. فمثلا خليني اختار انها بالعرض، بشاور على اي مساحه وهو بيجيب لي المسافه اللي بين النهايه والبدايه بتاعتها زي ما انت شايف كده. مثلا هنا 3444 ده الشكل بتاع الفولدر اللي انا فاتحه. ممكن اجي بين الصور مثلا جاب لي المسافه اللي بين الصورتين في الويندوز اكسبلورر. طبعا في استخدامات بقى انت ممكن تستخدمها في الصور حقيقه يعني، بس انا مش ضروري دلوقتي اوريك، بس انت عارف تستخدمها ازاي. انت طالما معاك المقاسات بتاعت الحاجه هتعرف ان انت تتعامل عليها. فبرضو السكرين رولر انت بتقدر تفعلها من المايكروسوفت باور تويز زي ما وريتك كده. وفي ممكن تخلي الحاجات المقاسات بالفيت، ممكن تخليها مقاسات مختلفة، ممكن تغير اللون بتاع الخط اللي بيظهر لك اصلا وهكذا. والكلام ده تحديدا مفيد بقى لليو اي ديزاينرز. يعني مثلا حتة ان في مسطرة بالطول وبالعرض، فده اليو اي ديزاينرز ممكن يستفيدوا جدا من الجزئية دي. وبس كده، في كام تول تانيين بس مش مهمين لكل الناس فما حبيتش اقولهم لك. انت لو حبيت توصل لهم هتعرف، يعني انت خلاص انت معاك ويندوز باور تويز، انت هتقدر تقلب في كل الحاجات اللي فيه دي وتقدر تعرف منه الحاجات اللي انت ممكن تكون محتاجها. فالمهم لو عجبتك الحلقه مبدئيا ما تنساش اللايك والشير عشان الكلام ده ما فيهوش هزار. تاني حاجه قول لي في الكومنتس تحب نتكلم عن ايه الفتره الجايه، وفوتني بعافيه.